على مسافة 15 كيلومترا من وسط سراييفو بالقرب من بلدة إيليجا يوجد مكان جميل يجب عليكم زيارته عندما تأتون إلى سراييفو فريلو بوسني. من بلدة إيليجا إلى فريلو بوسني يمكنكم الوصول إلى منتزه فيليكا آليا الجذاب. في بداية فيليكا آليا يمكنكم استئجار عربة وحصان والاستمتاع بالمناظر الجميلة للأشجار المزروعة منذ أكثر من 100 عام على طول الطريق الذي يبلغ طوله 3 كيلومترات ونصف. هناك أيضا إمكانية استئجار دراجة هوائية، ويمكن لأولئك الذين يحبون الاستمتاع بالهواء اللطيف والنظيف وظلال الأشجار الطويلة أن يمشوا. في نهاية فيليكا آليا عند سفح الجبل إكمن يوجد فريلو بوسني. في عام 2006 قررت جمعية سراييفو قانونا يعلن فريلو بوسني معلما طبيعيا. فريلو بوسني هي أيضا المنطقة التي يوجد فيها الينبوع الرئيسي لمياه الشرب في سراييفو. باتشافو هذه المنطقة هي موطن لمختلف أنواع النباتات والحيوانات وبعضها مستوطن. مالا بوسنا وهو مجرى مائي تتدفق فيه 6 ينابيع. هو موطن لأنواع كثيرة من سلمون البحيرات. مصدر النهر مزين ببحيرات جميلة حيث تسبح الأسماك وتسبح البجع. الجزر مغطاة بالخضرة ومتصلة بجسور المشاة الخشبية على جداول صغيرة. تم أيضا ترتيب مسارات للمشاة والجري. منطقة النزهة هذه مسيجة بمناظر طبيعية، توجد مقاعد ومناطق استراحة مغطاة وملعب للأطفال. يوجد أيضا في الجزء الأوسط من المجمع مطعم حيث يتم صيد سلمون البحيرات الطازج. درجة الحرارة هنا في أشهر الصيف الحارة أقل ببضع درجات من مدينة سراييفو. هي سبب آخر لكون فريلو بوسني وجهة سياحية مفضلة لمواطني سراييفو ومكانا رائعا لقضاء العطلات لأكثر من 100 عام.